سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا لا نوفيل فيديو. حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه تاع المحجوبه بطريقه مغايره. ديجا حطيت معكم فيديو فيه وصفه تاع المحجوبه العاديه، يعني بالطريقه المعروفه عندنا كامل. هاد المره حبيت نعاون المبتدئات ولا النساء الكبار اللي مساكن عادو يسخفوا عليها ما يقدروش يديروها مالوغوزمون باسكو فيها الجهد وفيها العجين وهذا الشيء كامل. دونك هاد المحجوبه غير بالميكسور ماكمش حين تدلكوها نهائيا، وفوق هذا الشيء مش رايحه تتقطع ابدا. فهمتوني البنات؟ مش رايحه تتقطع ومش رايحين تعجنوها. درك تشوفوا طريقه تبعوا معايا حتى الاخير ورايحين تفهموها خطوه بخطوه ان شاء الله. دونك نبداو بسم الله. عندنا هنايا انا كيلت بهذا البول اللي راكم تشوفوا، درت 3 كيلات تاع سميد، وهنا قاعده ندير لها في الماء نورمال يكون دافي عادي ماشي بارد. انا هنا استعملت دقيق تاع كنزه. شوفوا بنفس البول اللي تكيلو بيه ولا نفس الكاس ولا اي حاجه حين تكيلوا بها دقيق راح نكملوا بها للاخر، يعني حتزيدوا بها الماء. هنا قاعده نزيد بالكيله ونشوف. درك انا كي درت 3 كيلات دقيق درت 4 كيلات ماء. كون ديروا 3 كيلات دقيق راح تجيكم شويه ثقيله. الوغ هنا زدت لها الكيله الرابعه، يعني جاتني 4 كيلات. اذا نتوما الدقيق تاعكم شفتوه يشرب، فهمتوني؟ اذا الدقيق تاعكم شفتوه يشرب كملوا الربع كيلات. اذا شفتوه ما يشربش كيما انا كنزه هذا اللي راني ندير به يشرب، فهمتوني؟ درت 4 كيلات يعني 3 كيلات دقيق ب4 كيلات ماء. اذا شفتوه ما يشربش ديروا 3 كيلات ونص، ما تكملوش الكيله الرابعه كامل. هنا واش ندير بعد ما درت غير الدقيق والماء؟ جبت الميكسور ونبقى نضرب بهذه الطريقه. حركوه برك بالمغرف ولا بلا سباتول يدخل في بعضها برك، وجيبوا الميكسور وبداو ديروه بهذه الطريقه. تبقاو تضربوا 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق حتى نتوليو تشوفوا فيه هكذا يتقطع، يعني يتعلق كيما تشوفوا بهذه الطريقه. شوفوا القوام تاعو يولي يتعلق ولا يولي يتقطع. كي تشوفوا الدقيق تاعكم جانس مع هذاك الماء ولا يتقطع بهذه الطريقه، هنايا صايبون تحبسوا له الميكسر. هاد العمليه اللي قمنا بها بالميكسر رايحه تخدم تماما نفس الخدمه تاع العجين، فهمتوني؟ اوليو نبقاو نعجنوا ونزيدوا نبلوا ونعجنوا ونزيدوا نبلوا، حنا ضربنا ديريكتومون بالميكسر حتى نتعلقت. هنا زدت لها شويه ملح، ومن بعد راكم تشوفوا فيها جاريه. واش نديروا؟ نجيبوا لا فارين نبداو نطموا فيها بلا فارين حتى نولي عجينه عندنا متماسكه، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه اللي تكون تتلاصق، يعني تكون متوسطه طريه وما تتلاصقش. كيما راكم تشوفوا هنايا زدت درت كيله الاولى. انا هنايا نورمالمون جاتني 2 كيلات معمرين شابو. نتوما مش اوبليجي تقيدوا بالكيله هذيك. المهم تبقاو تزيدوا في لافارين حتى وين تحسوها. درك نعت لكم القوام تاعها تحسوها طريه وماهيش تتلاصق. هنا ما تحتاج لا عجن لا حتى حاجه، غير نبقى نطم فيها بالعقل ونزيد لها لافارين حتى نحسها وقلت لكم وتولي عجينه متماسكه. درك نحيها من كي نحسها تلمت نحيها من هاد الريسيبيون ونحطها فوق البلون دو طرافاي ونخبطها 2 خبطات 3 4 غير ما نحسها تلمت معايا. درك تشوفوا بهذه الطريقه. كيما راكم تشوفوا البنات ما نعجن ما نكسر راسي، راني غير نلم فيها هكذا باش تدخل فيها ديك لافارين وصايي، ومن بعد نحطها في ريسيبيون ونخليها ترتاح فيه. صدقوني البنات راح تجيكم خفيفه بزاف وما تتقطعش باسكو فيها العلق، يعني درنا لها العلق غير بالميكسور كي ضربناها قبيل. دونك ما نحتاجو لا بيتران ولا العجين باليدين. هنا الريسيبيون هذاك دهنته بشويه زيت وحطيت فيه العجينه تاعي، نغطيها بساشي باش ما تشيحش بالفوقه، ونغطيها تاني ان طورشون ونخليها ليه ترتاح ما بزمان. انا راح ندير الحشو تاعها.
نروح نسجل الحشو هي نخليها ترتاح ساعه من زمان حتى لساعتين، قد ما تريح تكون مليحه وتعطيكم الطوع باش تحلوها. هنايا كانت عندي بصله، نتوما ديروا الكونتيتي اللي تساعدكم. انا درت كونتيتي شويه كبيره تاع العجينه، الوغ زودت يعني في المقادير. قصيت البصله هذيك مليح، درت لها شويه زيت وحطيتها تتقلى. ونروح هنايا نقطع شويه طوماطيش، نحيلو القشور تاعو بيان سور، انا ما نحبهاش بالقشور، ونزيد نرحيها في الغوبو. ونرجع للبصله تاعي. هنايا كانت دبالت كيما راكم تشوفوا. درت لها غير زيت. هنا درك نزيد لها طماطم ونولي نداوي فيها. ها الطماطم كي رحيتو دركا دوات واش رايحه ندير لها مغرفه معمره مليح تاع طوماط كونسونطري، ورايحه نضيف لها تاني شويه هريسه، ولا تقدروا ترحيو مع الطماطم هذاك فلفله حاره مليح، ولا تحطوا لها ديريكتومون فلفله حاره غير باش تنسمها. احنا ناكلو كامل المحجوبه حاره نحبوها حاره، دونك استعملت هاد الهريسه تاع هروس. فوالا هاني درت مغرف صغيره معمره مليح، وطوماط كونسونطري استعملت تاع جامبو تعجبني بزاف، ما تكحلش الحاجه او ميم طون تحطي مغرفه يعني تكون كافيه. الدواوات شوفوا كيفاش طلقت لي الحموضه تاعها بزاف بزاف، تعجبني الطوماط هذه تاع جامبو او ميم طون ما فيهاش الحموضه. هنا الدواوات ندير لها الملح، ندير لها شويه فلفل كحل، شويه فلفل حمار حار ولا فلفل حمار اللي قلت لكم اللي ما تحبش الحار بزاف دير فلفل حمار برك، ودرت لها شويه زنجبيل. هذا ما كان. وكل واحد يعني كيفاش يداوي المحجوبه تاعو. انا هذا واش ندير فيها دوابات، يعني هي دوريجين ما تحتاجش دوابات بزاف. فوالا راح نخلطهم كامل مع بعضهم ونخليها تبقى تتقلى شويه حتى هذاك يشيح شويه الماء تاع الطوماط وسي بون، ونطفي عليها. هذه هي الطريقه تاعي تاع الحشو اللي نديرو انا. ما نحبش ندير فيها الفيونداشي ولا ندير فيها الطون ولا الفرomاج، تسمى كل واحد وطريقته يعني، وكل ولايه وطريقتها. مي هذا هو الحشو المعروف تاع المحجوبه اللي يديروه كامل الناس، و ميم طون يجي بنين صراحه. انا ما نمشيش نخلط فيه بزاف، يعني كي نكثر نبدل في الوصفه بيان سور. كل خطره نحبوا نسهلوا في الوصفه ونحبوا نقصوا علينا شويه تعب وشويه دلك، وراكم تعرفوا سينو الحشو نحب نخليه كيما راهو. هنا بعد ما خليتها ريحه ساعه من زمان وليت كورتها بهذا الشكل. دهنت لي بلاطو تاعي بالزيت وغطيتهم باش ما يشيحوش، ونبقى نحل بالوحده كيما راكم تشوفوا. هنا حليت الاولى، وهذه هي طريقه تاعي تاع المحجوبه. انا ما نديرهمش سمنيات، شغل السمنيات هكذا نطبقهم ونديرها شغل تجيني شويه مزيته كما قلت لكم. وتبقى هذه تبقى الطريقه ولا يعني لوغو اختياري، كل واحد باش حاب يزيد، ولا طريقه كل واحد كيفاش يحب يدير. انا جوست نعمر هكذا الحشو فوق الطاجين، نحطو فوق الطاجين، نعمر عليها فيها الحشو في نصها، ونغلق عليها هكذا. سينو كاين اللي يديروها ورقه ويعمروا في نصها الحشو ويزيدوا فوقها ورقه خلاف، يعني راح يكونوا زوج. قلت لكم هذه تبقى طريقه اختياريه. انا تعجبني بزاف صدقوني. البنات اللي عندهم ليستوما اللي يعني عندهم مشاكل في المعده وفي الهضم وهذاك الشيء، هذه راح تساعدكم بزاف. ما تجيش مزيته كامل، تجيش مزيته نهائيا. وهنايا قاعده ندير اللي بقات لي، يعني خلص الحشو اللي بقات لي ندير فيها تريده، ولا تحبوا ديروها سمنيات. دوك نعت لكم تريده جات خفيفه ترونسبارونت تهبل. وحبيت نحل هاد العجينه قدامكم باش تشوفوها كيفاش جات. ها هي قدام عينيكم، ما تتقطع ما والو، تعطيك الضوء باش تحليها فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. راني نرقق فيها على قدر ما نقدر باش ما تجينيش خشينه. ودرك تشوفوا نحطها في الطاجين وجات ما شاء الله. هكذا تشوفوا كيما انا هنايا درت دو زون وكلتهم من المحجوبه. كي خلصت من المحجوبه الشي اللي بقالي كملته لهم تريده. ها هي فوق الطاجين قدامكم، ما هيش مقطعه، جات ما شاء الله، جات ترونسبارونت تشهي. هاهم كي نخلص نطبقهم
ومن غدوة نقدر ندير بها شوات، نقدر نقصها نديرها صباح سمنيات يفطروا بها. تقدروا ديروا بها واش تحبوا، تقدروا ديرها سمنيات يعني طبقوها على ربعة. قلت لكم ديروا بها واش تحبوا، يعني مش غير محجوبة، ديروا بها تريدة، ديروا كلش. هاد الطريقة بزاف تساعدكم وسهلة. هاني نحط فيهم قدامكم، نغطيهم بالطرف، ومن بعد كي نخلص كي يبردوا خلاص يعني يبردوا تماما، نحطهم في ساشي. ونحب يا نستعملهم الغدوة يعني ندير بهم كيما قلت لكم شواط، ولا نخبيهم في الكونجيلاتور. نهار نحتاج راح غير نجبد من الكونجيلاتور ونطيبهم. هذه هي يعني يا مدام رايحة تسلكي روحك بهذه الطريقة بالميكسر. راح ديري معجوبة، تقدري ديري بها سمنيات لوليداتك، الحليب العشية لضيافك، ولا ديري بها الشوط. الله الله. فوالا، وهنا ما بقى عليا غير نقول لكم سلام حبيباتي، ونتلاقاو في فيديو خلاف.